السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجائب الكون ملهاش نهاية، وكل الإنسان ما بيعرف حاجة جديدة بيحس إنها نقطة في بحر الخالق سبحانه وتعالى. وعلم الفلك من العلوم الجذابة لكتير مننا، واللي بيه عرفنا حاجات كتير عن الكون اللي احنا عايشين فيه، واللي كنا لا يمكن نعرفها من غيره. كنا بنقول على الإنسان اللي عنده أرق وما بينامش كويس بالليل إنه كان سهران بيعد نجوم، يعني داخل في حب جديد. ولما واحد يحب يهدد حد يقوله أنا هوريك النجوم في عز الظهر، وما بيقولوش الشمس مثلا مع إنها أكبر من النجوم حوالينا. بس إيه دخل النجوم في كل ده؟ وإيه هي النجوم أصلا؟ وبتتكون إزاي؟ وإيه هي أنواعها؟ والشمس فعلا من النجوم ولا لأ؟ تعالوا نعرف مع بعض. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. النجم هو عبارة عن منطقة كبيرة جدا مليانة بالغازات شديدة السخونة، والغازات دي بتتكون من نوعين، الهيدروجين والهيليوم. والهيليوم بيتكون نتيجة السخونة الشديدة للنجم اللي بيحول فيها الهيدروجين إلى هيليوم، والعملية دي بتسمى بالاندماج النووي اللي بيخلي النجم شديد السخونة والإضاءة بتاعته بتكون كبيرة جدا. طبعا زي ما احنا عارفين إن الشمس هي واحدة من النجوم الكبيرة، ولكن إيه هي دورة حياة النجم؟ النجوم بتبدأ حياتها كسحب عملاقة من الغبار اللي بيسمى السديم، والجاذبية بتقوم بإجبار الغبار دوت على إنه يلتحم مع بعضه. ولما بيزيد الغبار بتصبح الجاذبية أقوى وبيحصل سخونة كبيرة، وهنا بيتكون النجم اللي بيسموه في الأول النجم الأولي. ولما بيزيد ارتفاع درجة الحرارة في مركز النجم وبيبدأ الاندماج النووي، هنا بيتولد النجم الصغير. وهي الحالة التانية للنجم وهي النسق الأساسي، وهنا بيأثر على النجم قوتين، قوة الجاذبية اللي بتحاول إنها تخلي النجم أصغر ما يمكن، وقوة الطاقة المتوهجة داخل النجم نتيجة الغبار اللي بتحاول تخليه أكبر ما يمكن. والعامل الأساسي في نمو النجم هو الهيدروجين العملاق الأحمر. لما بيخلص الهيدروجين من الجزء الخارجي من النجم بيتمدد ويصبح عملاق ولونه أحمر. الانهيار، وده بيحصل عند نفاذ الطاقة الموجودة داخل النجم، وبيبدأ في تكوين مادة الحديد، ويؤدي ده لانهيار النجم. واللي بيحدث للنجم بعد كده بيعتمد على مقدار الكتلة الموجودة داخل النجم، كبير أو صغير. فالنجم المتوسط يصبح نجم قزم أبيض، أما النجوم الكبيرة فبيحصل لها انفجار نووي ضخم بيسمى سوبر نوفا، وبعدها بيصبح النجم عبارة عن ثقب أسود أو نجم نيتروني. أنواع النجوم، للنجوم أنواع كتيرة يتم تقسيمها عند تكوينها. 1. النجوم الصغيرة، وبتكون حمراء اللون وبتكون غير متوهجة. 2. النجوم المتوسطة، بيكون لونها أصفر زي الشمس. أما النجوم الكبيرة فبتكون لونها أزرق، وكل ما بيزيد حجم النجم بيزداد درجة حرارته. 3. النجم القزم، بيتكون من 4 ألوان، اللون الأحمر والأصفر دي الألوان الأساسية ليه. أما النجم القزم البني هو النجم اللي مكتملش نموه، والنجم القزم الأبيض هو عبارة عن بقايا انهيار نجم كبير عملاق. النجوم العملاقة بيغلب عليها اللون الأزرق والأحمر، بيكون حجمها كبير جدا وممكن يصل حجمها لحجم النظام الشمسي كله. النيوترونات بتتكون نتيجة انهيار نجم عملاق، وهو نجم صغير جدا ولكنه شديد الكثافة. ومعظم النجوم الموجودة في الكون هي من النوع القزم الأحمر، وسبب سطوع النجوم في السماء هي الحركة الموجودة في الغلاف الجوي للأرض. وكتير من النجوم بتكون على شكل ثنائيات أو على شكل 4 من النجوم مع بعضها البعض، وكلما صغر حجم النجم كلما زادت فترة حياته، والعكس بالنسبة للنجوم العملاقة. وما ينفعش نكون بنتكلم على النجوم من غير ما نتكلم على النجم اللي بيأثر على كوكبنا وعلى كواكب المجموعة الشمسية كلها، وهو الشمس، واللي بيشكل العامل الرئيسي في تكوين المناخ العام لكل كواكب المجموعة الشمسية. فكلما اقترب الكوكب من الشمس يزداد درجة حرارته،
وعند ابتعاده عن الشمس بيزيد درجة البرودة بتاعته. وزي ما عرفنا إن الشمس هي واحد من النجوم الموجودة في الكون من حوالينا، واللي لها تأثير كبير جدا ومباشر على حياتنا اليومية. وكتلة الشمس بتساوي 333 ألف ضعف كتلة الأرض، وقطرها بيساوي 109 ضعف قطر الأرض. ودرجة حرارة الشمس بتصل ل5500 درجة مئوية، والمسافة بينها وبين الأرض حوالي 93 مليون ميل. والعمر التقديري للشمس 4.5 مليار سنة. وهي عبارة عن نجم قزمي أصفر موجود في النظام الشمسي، وجميع الكواكب بتدور حواليها، والشمس بتدور حوالين المجرة درب التبانة. وعلى الرغم من أن الشمس عبارة عن نجم صغير نسبيا، لكنها ضخمة بالنسبة للنظام الشمسي. مكونات الشمس زي ما قلنا بتتكون من الهيدروجين والهيليوم، والهيدروجين بيكون نسبة 74% من كتلتها. وعملية الاندماج النووي اللي بيتحول فيها الهيدروجين إلى الهيليوم بتولد كمية كبيرة جدا من الحرارة، اللي بيتسبب في حدوث إشعاع كبير جدا اللي بيسمح لأشعة الشمس إنه يصل إلى الأرض وجميع الكواكب. زي ما احنا عارفين إن الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة داخل النظام الشمسي، وعلى الأرض اللي بتستخدمه النباتات في عملية التمثيل الضوئي، وده من أجل امتصاص الطاقة من الشمس. وحتى الطاقة اللي بنحصل عليها من الوقود الأحفوري مثل النفط بتساعد الشمس بشكل كبير على تكوينه. ويتم استخدام الخلايا الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية، وهي طاقة مستديمة نظيفة بنتجه كلنا ناحيتها في الآونة الأخيرة لتكون أساس في حياتنا بدل الوقود العادي. وده اللي هيساعد على تحسين حياة الإنسان من طاقة ينبعث منها الملوثات عند حرقها إلى طاقة نظيفة غير قابلة للنفاذ. خلصت حلقتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.